أيها الإخوة، نحن في هذا الزمان، في هذا الأوان، وفي هذه الأزمنة المتأخرة كثر موت العلماء، والعلماء أيها الإخوة سرج الزمان، بهم تحيا البلاد تصح المعاملات وتصح الأمور وتصح العقائد والأحوال. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل الخير تصلحها، فإن تولت فبالجهال تنقاد. ومن علامات الساعة أيها الإخوة موت العلماء، كما أخرج البخاري ومسلم في الحديث: بين يدي الساعة قبض العلم وكثرة الزلازل وتقارب الزمان وكثرة الفتن كثرة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. ويفسره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الثاني الذي أخرجه البخاري ومسلم أيضا، قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل، ولا ينتزع الله العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فضلوا وأضلوا. فهذه الأزمان وهذا الأوان أيها الإخوة قد كثر موت العلماء. في هذا اليوم مات شيخنا وحبيبنا الشيخ عبيد رحمه الله تعالى، العلامة المتواضع، العلامة الذي ينصف من نفسه، العلامة الذي لا يحب الثناء. فلقد حضرنا مجلسا معه رحمه الله تعالى، وقد دعوناه إلى الفندق وجاء فأعطى كلمة عامة، فكان من التقديم قدم له المقدم فقال له: قال: أعرفكم بالشيخ العلامة المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا. فما أن أخذ الكلام إلا وهو يقول: أنا عبيد ابن فلان الجابري، هكذا سماني أبي. وقال: أشهد الله والملائكة ومن حضرنا. وكذلك كان ينصف من نفسه رحمه الله، كان رجاعا قائلا بالحق رحمه الله تعالى. فيوما قد ذكر حديثا في السنة قبل صلاة الظهر، فكلمه بعض الإخوة في الطريق فقالوا له: يا شيخ، قد تراجع الشيخ الألباني عن تصحيح هذا الحديث. فقال: وأنا أرجع أيضا، أين هذا؟ فذكروا له المكان الذي ذكر فيه الشيخ الألباني تراجعه، فما كان منه إلا في الجلسة الثانية إلا قال: يعني أنا قلت كذا في الجلسة السابقة وأنا أقول اليوم كذا وكذا. فرحمه الله رحمة واسعة، وأحسن عزاءنا به، وأحسن عزاء المسلمين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فرحمة الله عليه رحمة واسعة. فما هو واجبنا أيها الإخوة؟ إذا سمعنا الأخبار وسمعنا بهذه الأخبار التي تفيد بموت العلماء رحمهم الله تعالى، ماذا يفيدنا أيها الإخوة؟ يفيدنا أن الساحة تحتاج إلى العلم، وأن الماء الميت لا يقوم مقامه غيره. العلماء الكبار عندما يموتون لا يخلفهم مثلهم. وهكذا يا إخوة هذه المصيبة العظيمة، هذه المصيبة العظيمة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، كانت أم أيمن قد ذكرت أمام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قالت: والله ما أبكي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي لأن خبر السماء قد انقطع. يا أخو هذه مصيبة عظيمة. والله العلماء آباؤنا، وهم من الاشتياق إليهم ومحبتهم والله الشيء الكثير عندنا. لكن والله يا إخوة الذي هو أعظم من ذلك هو ذهاب من يقوم